تتكلموا عشان تسجنوا؟ طب يعمل لك ايه بالله سيد؟ ما تقولوا تتكلموا عشان تسجنوا؟ طب يعمل لك ايه بالله سيد؟ سبوا لي رايتي دوما، سبوا لي رايتي دوما، وأحمي صاف الإخوان. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني. سبوا لي رايتي دوما، سبوا لي رايتي دوما، هذا النظام إذا كان رفض المقولة الطرح الأول في تكوين الحكومة الانتقالية، الحل الوحيد أمام القوى السياسية اللي طرحته أنه هذا النظام يجب أن يذهب. ده الخيار الوحيد اللي تركته الحكومة للقوى السياسية. قالوا لا بد من إطاحة بهذه السلطة. ما هي الوسائل؟ قالوا بعد الاستفتاء مباشرة الشعب سيكون كله تهيأ من هلع أن انبتر جزء الجنوب من السودان وقد تنبتر الأجزاء الأخرى. عندئذ تتخذ الوسائل التي اتخذت من قبل في أكتوبر وفي الانتفاضة. اتخاذ مثل هذه الوسائل يخرج الشعب كله غير مسلح. يعني في ثورات في العالم انتصرت طبعا في شرق أوروبا، في إيران، وهنا مرتين صرنا على العسكر تماما. أنا مطمئن أن الشعب قد يظن الناس أنه شعب نميري خرج من هذه البلد، هو لذلك استغرب في أمريكا لن يخلعني أحد، لأن البلد هادي كله في الاتحاد الاشتراكي في الحزب الرسمي، والأمن يحيط بهم جميعا، والقوات المسلحة كلها بالطبع معه جنوبا وشمالا. كيف قامت الثورة عليه؟ يعني الشعب كان ملتهبا لكنه ينتظر فقط شعلة. الدين لا تنفصل في تاريخها عن عور الشعب، فالدين أذان في الناس للإقبال طوعا على الله، لذا يكون الدين نبض الشعب المستمر، وهذا النبض ليس حكرا على أحد، إنما يتبوأه من يتصدى له، ويرفع الله الذين آمنوا من الناس درجات ثواب في الدنيا أو مثوى في الجنة. وأن تخلص لنبض الشعب ولو بالندر اليسير تكون الرفعة والعزة على قدر العمل. وحركة الإسلام في السودان كان لها الشرف وهذا الإخلاص منذ أكتوبر 64، تلك القلة القليلة عددا العظيم أثرا وفكرا التي فجرت الطاقات المكبوتة، فكانت شرارة الثورة تقتلع حكم العسكر من جذوره آيبة بالسلطة للجماهير. ثم بدأت مسيرة التغيير عودا للجماهير إقناعا لها ومجاهدة فيها على مدى تقلب الخطوب. فخطب 69 ووجه ب73، ثورة شعبان ثورة شعب أخرى كادت تطيح بالطاغية، ثم أتبعت ب76 مجاهدة بالسنان، ولكن الفتور دب وكان الوقت وكاد اليأس أن يستبد، لولا هبة الشعب الأخرى في 85 في إبريل هبة واحدة أزاحت الطاغية وخلصت أذهان الناس منه. ثم كانت العودة لميثاق الجماهير ومناكفة قوى الطغيان العالمي، وأصبحت سفينة حركة الإسلام تبحر بين أمواج التآمر مستعصمة بعور الدين، حتى إذا ما استيأست من إتاحة المجال للاختيار الحر بفعل وطأة التآمر كان التغيير جهادا باللسان مصحوبا بالسنان في يونيو 89. وما أن بارحت الحركة الحدث حتى أخذت من داخلها، فكان لابد من الأوبة ولا بد من التوبة لله أولا، وإن كان هنالك عذر ولكن للشعب أيضا. فكانت ثورة أخرى بعد أن استبد الطغيان وسطع على منهج الحركة، وبعد أن استفحل الخذلان، فكانت ثورة الأوبة والتوبة في ديسمبر 99 عودا على بدء وتثبيتا للحق، فكان الاعتقال تلو الاعتقال والحبس وراء الحبس
ليس إلا للنطق بالحق والمجاهرة به. فالتفاهم مع الحركة في الجنوب ووضع التصورات لمعالجة الأزمة أورد الاعتقال والاتهام بالخيانة، والمجاهرة بوجود أزمة في دارفور وضرورة الإسراع بنزع فتيلها قبل الانفجار أورد الاعتقال والاتهام بالتخريب. أما ضرورة محاسبة سفاكي الدماء وحارقي القرى وهاتكي حرم الطهر أورد أيضا الاعتقال والاتهام بالعمالة. ولما انفجر الحال في دارفور ووصلت النيران للخرطوم هزة عنيفة كان أيضا الاعتقال بدل المعالجة والمراجعة، وكان الاتهام بالتآمر، ولكن لا بد من دعوة الحق والثبات عليها وترجيح الخيار الشعبي، لا انقلابا بليل ولا رفعا لسلاح، إنما احتكاما للانتقاء الشعبي بين متنافسين في انتخابات حرة مشهودة. إلا أن إرادة الطغاة شاء التفويت حتى فرصة العمل في النور، فزوروا إرادة الجماهير وتلاعبوا بمستقبل الوطن وتاريخه. فكان قولنا إن هؤلاء لا ينفع معهم نصح ولا ناصح ولا حلم حليم، وأن البلاد انشطرت دفعا وتفريطا منهم، والواجب تجنب انشطارات أخرى، والواجب رفع المعاناة عن كاهل هذا الوطن أمنا ومعاشا وحرية، وأنه لا خيار سوى هبة الشعب مرة أخرى وإرجاع السلطة إليه وإقامة كيان العدل. فكان رد السلطة الاعتقال والاتهام بزعزعة أمن البلاد، ولكن هيهات هيهات النكوص وكتم الحقيقة، وهيهات الاندماج تحت لواء الطاغية، طاغية لا يراعي سنا ولا قدرا ولا حتى مشيئة لله في عباده أن يكونوا أحرارا، يقولون ما يرون ويدعون إلى ما يعتقدون. الطاغية يحسب كل صيحة عليه الحرب، الطاغية يرتجف رعبا من حراك وثورة الشعب، الطاغية يغالط حتى سنن الله في خلقه، الطاغية سقوطه سريع لو بدأ العمل، والطاغية عمره قصير لو قارناه بعمر الحقيقة، وكأن الطاغية لا عمر له. وانسجلنا نحن 30 شهر عشان الجنوب، نحن انسجلنا 15 شهر عشان دارفور. انا جيت قاتلت هنا مع يد حركه، يعني في يد حركه جوا كده. بعدين برد على اخونا اللي بيتكلم على الكلام ده، يعني ما ده كلام بيقولوا الخواجات، بيقولوا ناس دارفور دي كلهم بيقولوا الافارقه كده، دارفور دي بلد اسلاميه، لو اديتوه زي اديتوا جنوب والله حتكسحكم كلكم بالاسلام. طبعا ما تتكلموا عن الناس الان حكايه شويه صعبه يعني. طبعا في جهات كده عندها الامن وعندها المال دلوقتي وعندها عارفينهم منو يا اخوان، واللي بيتكلم بيعرفوا يعملوا يتصرفوا معاه كيف. اذا ما تكلموا الطلاب نتكلم نحن يا اخوان، ما كفانا سجن يا اخوان 11 سنه، فيكم واحد يعني يسجن قدر كده ما كفانا؟ ما تقوموا تتكلموا عشان تسجنوا. وبيعمل لك ايه بالله سيدي؟ شيل كتبك يا طالب وامشي السجن، والله احسن محل تقرا. تجي تمتحن من السجن تجيب طوالي درجه اولى درجه اولى طوالي، اضمن لك.